السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. كنترجى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. قصتنا اليوم ديال واحد الشاب فلسطيني اللي في عمر ديالو 47 سنة. اسمه فريد. هاد الشاب هذا كان تصاب بالديسك في الفقرات ديالو، ديال العمود الفقري اللي في ظهره. يعني وهو في واحد الحالة يعني متقدمة من هاد المرض، الشيء اللي انعكس ليه على الصحة ديالو. ما بقاش يعني ميمكنش ليه يخدم شي خدمة متعبة، ولا حتى ولا تيجلس في الكرسي المتحرك. وبطبيعة الحال غادي يخصو باش يدير يعني شي حاجة اللي غادي يعيش بها، كما تنقولوا كيقلع على طرف ديال الخبز. وفكر في انه يدير سلعة ديال المواد الغذائية بسيطة في واحد الكروسة، وكيمشي يجلس بها حدا الجامع، تيبيع ويشري هو على كرسي متحرك. والناس بطبيعة الحال من تيشوفوا واحد في واحد الكرسي متحرك وتيخدم اكيد غادي يتعاطفوا معاه. كاين يعني ناس محسنين اللي كيتعاملوا معاه، عطاو صدقات، عطاوه زكاة اموالهم كلها، وباش يساعد على قدر الاستطاعة ديالو. واحد النهار يوم الجمعة، كان يوم الجمعة، وهو كما مولف كيصلي في باب المسجد، يعني ما كيدخلش لداخل باش يصلي، كيصلي وداير بالو مع السلعة ديالو صافي. وفي نفس الوقت كيفكر انه الا صلى تما برا، رغم اني غادي يخرجوا الناس، يعني غادي يجي يشريو من عنده. هذا داكشي اللي كاين. كانت يوم الجمعة، صلى صلاة الخطبة، صلاة الصلاة، صافي خرجوا الناس اللي خدام عنده اللي ساعدوه. المهم كل واحد كيقدم المساعدة ليه. وفي ديك اللحظة اللي هما الناس خارجين كل واحد كيساعدو، صافي تا خرجوا الناس كاملين، بقى غير الامام ديال المسجد هو اخر واحد خرج. وكان هذاك الامام اول مره غادي يصلي في هذا المسجد، موالف كيصلي بهم امام اخر. ولكن هذاك النهار ديال اليوم الجمعه جاء امام واحد اخر جديد، هو اللي صلى بهم، هو اللي دار خطبه الجمعه. ملي كان خارج شاف هذا الشاب فريد جالس في الكرسي المتحرك، وحاط حداه مواد غذائيه على قد الحال تيبيع فيها ويشري. مشى عنده هو تيضحك مبتسم ليه في وجهه، وقال ليه فين صليتي؟ قال ليه صليت هنايا حدا باب المسجد. قال علاش ما دخلتيش تصلي معنا لداخل؟ قال لي كندير بالي مع السلعه ديالي، ما بغيتش نخليها ندخل. صافي بقى ضحك معاه، هو يقول ليه قال ليه راني، قال ليه الصراحه نصحك واحد النصيحه الا بغيتي، ربي يفرج الهم ديالك ورزقك من فضله وحسانه، يعني تيسر لك في الرزق ديالك الحلال. قال لي شنو هو هذا، شنو هي النصيحة؟ قال لي عليك بالصلاة الإبراهيمية، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي كتر منها، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار. صافي. وقال له ملي كان حتى كان غادي ويقول ليه عرفتي عطيني الرقم ديالك، خدا الرقم الامام، خدا الرقم ديال فريد، قال لي الرقم ديالك باش نتصل بك، حيت الا كان شي مساعده وانت احق واحد بالمساعده. قال لي بغيت نعطي زكاة مالي نتصل بك. صافي خدا الرقم ديالو ومشى. ومهم الشاب بقى مستمر على الصلاة الإبراهيمية. دازت أيام معدودة اتصل بيه هذاك الإمام، قال ليه ضروري نتلاقى أنا وياك في المسجد من مور صلاة العشاء. هذاك الشيء اللي كاين. جاو نفس المسجد. كان الشاب حاط نيت الساعة ديال تما وفي نفس الوقت باش يتلاقى مع الإمام ديال المسجد. منين صراو الصلاة وتلاقى به ويسولو، قال ليه كيف الحال ديالك مع الصلاة الإبراهيمية؟ قال لي راني باقي مستمر. قال لي ولكن ما شفت حتى شي نتيجة تذكر. تسرع سبحان الله. سبحان الله. ديما الانسان كيتعجل وكيتسرع، ما عندناش الصبر، صبرنا قليل الا من رحم ربي. قال لي كيف حالك مع الصلاة الإبراهيمية؟ قال لي راني مازال مستمر فيها، ولكن راه باقي ما شفت شي نتيجة. ويقول ليه كتصلي الفجر؟ قال لي كنصلي الفجر. قال لي صافي هاد المرة، قال لي من اليوم من هاد الليلة، قال لي نوض قبل من صلاة الفجر بساعة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ولكن هاد المرة قال لي بأسماء الله الحسنى. يعني غادي تصلي الصلاة الإبراهيمية وانت كتدعي بأسماء الله الحسنى بكل اسم. يعني بحال هكا غيقول يا رحمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رحمن بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستمر هكا بأسماء الله الحسنى، يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا غفور. وهو كيقول اللهم صل، يا رحمن صلي، يا سميع صلي على محمد، وهي هذا حتى يكملها صلى إبراهيمي بأسماء الله الحسنى كلها، وتمام 100 باسم الله. وصافي هذاك الشيء اللي دازت أيام هو كيدير نفس الطريقة، كينوض قبل صلاة الفجر بساعة، كيقول الصلاة الإبراهيمية بأسماء الله الحسنى، ومنين كيسالي كيصلي الوتر صافي كيمشي للمسجد يصلي صلاة الفجر. وفي هذيك الأيام اللي هو مستمر على هذه الطريقة سبحان الملك، جاه اتصلوا عليه واحد الشركة ديال الاتصالات ديال الهاتف، قالوا ليه راك ربحتي معانا سيارة، وهذيك السيارة كانت فاخرة، كانوا دايرين مسابقة عشوائية وطلع لهم الرقم ديالو، وهذيك السيارة الفاخرة فاش ربحها في المسابقة هو باعها لأنه هو محتاج المال ماشي غير السيارة، وصافي باعها بثمن باهظ. وداك الأموال اللي يربح من البيع ديالو ديال السيارة دار بهم بقالة، يعني حانوت ديال مواد غذائية مزيان، دار فيه التجارة ديالو يبيع فيه ويشري، والأمور ديالو غدا وكتيسر من أفضل إلى من أحسن إلى أحسن ومن أفضل إلى أفضل. وسبحان الله، وفي نفس الوقت فكر أنه يدير عملية على الظهر ديالو، على داك الديسك اللي تعطيه الألم، وتدهورات به الحالة ديالو الصحية اللي ما خلاتوش أنه يقلب على شي فرصة عمل أفضل. صافي هذاك دار عملية والحمد لله تكللت بالنجاح، يعني نجحت ليه العملية وخرج منها بخير وعلى خير بسلام. وباقي هو كيدعي الله سبحانه وتعالى وبنفس الطريقة بصل إبراهيمية أسماء الله الحسنى، قالك باقي عنده الأمل في الله عز وجل، اللي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كيدعي الله سبحانه وتعالى بأسماء الله الحسنى بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة، يعني حتى هو باغي يكون أسرة، باغي يعيش حياة مستقرة، داكشي اللي كان محروم منه من قبل باغي يعوضه، وهو على يقين أن ربي غيستجيب ليه كما استجب ليه في الرزق وبارك ليه فيه، واستجب ليه على صحيحته وبارك ليه فيها. الله عز وجل قادر أنه ييسر ليه في أسرة بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة. وكانت هذه القصة ديالنا ديال اليوم، كنرجى من الله تاخذوا منها العبرة والعظة. شو سبحان الله الصلاة إبراهيمية شحال من مغاليق تفتح، وشحال من هموم تفرج، الصحة، الرزق، المال، الزوجة، الذرية، يعني كلشي الحمد لله، خاص غير العزيمة والتوكل على الله. متنساوش نشروه اللي تعم الفائدة.